وروتين يوم الحد عند الألماني بيبدأ اليوم يصحى براحته، يجيب من المخبز خبز ألماني اسمه بروتشن، وتتجمع العيلة يفطروا مع بعض. بس مش فطار عادي، بس بيبقى قعدة عائلية ممكن تقعد ساعة أو اتنين. بعدها اللي بيروح منهم للكنيسة الساعة 10 تقريبا، وبعد الغدا بينزلوا يتمشوا شوية في الجناين، بيسموه der Sonntags Spaziergang، المشي للتنزه يوم الحد. وعلى العصر على الساعة 3 بيقعدوا العيلة أو الأصحاب يشربوا قهوة مع الكيك في البيت أو على القهوة، بيسموه كافيه und Kuchenzeit، وقت القهوة مع الكيك. وبالليل في مسلسل مشهور اسمه تات أوت، مسرح الجريمة، بيبدأ الساعة 8:15، مسلسل بوليسي اجتماعي وأبطاله فرق تحقيق. بدأ عرضه سنة 1970 ولسه بيتعرض مواسم جديدة لغاية النهاردة، وهو أطول مسلسل درامي مستمر في تاريخ التلفزيون الألماني، والملايين بيتابعوه كل أسبوع في التلفزيون وعلى القهاوي على القناة الأولى الألمانية ARD، ومدة الحلقة بتبقى ساعة ونص. وده بيبقى روتين يوم راحة لطيف وسط الأسبوع يوم الحد في ألمانيا، وبيبقى ممنوع فيه تستخدم أي آلة تعمل صوت يبقى مزعج للي حواليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.